ما جراه يا سميدو. احنا مش هنخلص من الموضوع بتاع زيزو ده. كل شويه قاعدين تقولوا المفاوضات شغاله معاه ومش عارف ايه، وهو اساسا راح مضى في الاهلي 4 سنين. انت عبيط يا عم انت ولا ايه؟ زيزو مين اللي يروح الاهلي؟ ده انا كنت احلق شنبي. وبعدين انا اللي ماسك ملف التجديد بتاعه. يعني كده كده زيزو هيجدد للزمالك. يا سميدو اسمع مني، اللاعب من الزمالك طالما الكلام كتر عليه وقال هيروح الاهلي يبقى خلاص، كل سنه وانت طيب. وهنروح بعيد ليه؟ ما هي نفس القصه اللي حصلت مع امام عاشور. يا عم انت ما تنرفزنيش، ده انا عليا الطلاق لو حصل ده نخربها. وبعدين امام عاشور احنا اللي بعناه في الدنمارك، والاهلي جابوه من هناك. يعني القصه مختلفه تماما. ما هو ده مصيبه اكبر، لان لو زيزو راح الاهلي هيبقى منتقل دايركت من الزمالك. استنى دقيقه اشوف مين اللي بيرن علي. ايه ده زيزو، يا ترى عايز ايه؟ استاذ زيزو، منور المحمول يا باشا يا نجم النجوم. حبيبي حاج سبورت، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. امال انت فين دلوقتي كده؟ انا يا سيدي دلوقتي رايح مشوار كده لحد النادي الاهلي علشان اخلص الدنيا معاهم وامضي هناك. طب وطي صوتك، ده انا واقف مع سميدو وهو سامع الكلام كله ده. ايه اللي انت بتقوله ده يا زيزو؟ انت هتستهبل ولا ايه؟ انا مش متفق معاك علشان تجدد للزمالك. يا عم ميدو انا رجعت في كلامي ومش هجدد. ده انتوا نشفت رؤي اللي جابوني. ماشي يا زيزو براحتك. انا هتصل بقى بابوك وهبلغه بالكلام ده، وهو هيشوف شغله معاك. على فكره الحاج ابويا معايا اهو، ورايح انا وهو علشان نمضي في الاهلي. وكل سنه وانت طيب يا عم ميدو. يا دماغي انا. اقفل السكه يا عم انت، انا باين داخل على جلطه ولا ايه؟ خلاص يا سميدو، خلاص هقفل اهو. الف سلام عليك يا سميدو. اطلب لك دكتور ولا اجيب لك الاسعاف على طول؟ اسعاف ايه ودكتور ايه بس يا عم انت؟ يا عم اطلب لي نص فراخ بسرعه.